لكن يكتمل الزلزال بتهديد امام عاشور بالرحيل من النادي الاهلي. والله تهديد امام عاشور بالرحيل من النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ هدد امام عاشور بانه هو اللي هيمشي من النادي الاهلي، ولن يقبل اي عرض، يعني سيقبل اي عرض من العروض اللي جايه له، عروض مغريه، عروض كبيره جدا، ولن يضحي بهذه العروض. ليه؟ قال لهم انا اشترطت ان انا عشان اقعد في النادي الاهلي عقدي يبقى اكبر من عقد احمد زيزو. عقدي يبقى اكبر من احمد زيزو، يعني لو زيزو بياخد 100 مليون هو ياخد 125 مليون، وحوافز اخرى، كل هدف ياخد عليه مكافاه، كل بطوله ياخد عليها مكافاه، اي حاجه بيعملها مع النادي الاهلي طلب ان يكون ليها مكافآت خاصه ومعامله خاصه لامام عاشور. ليه؟ امام عاشور في كلامه مع اداره النادي الاهلي قال لهم انا اطلب الكلام ده لاني انا عندي اسبابي، عندي المعطيات اللي تخليني اتكلم في هذا الامر. واحد، انا صغير في السن، اصغر من احمد زيزو، واصغر من بن شرقي، واصغر من تريزيجيه. اتنين، انا لاعب مؤثر في الفريق بدليل اهدافي وقدرتي على الاداء وتسجيل الاهداف وقياده الفريق. ماشي. ثلاثة، قال لهم انا حققت بطولات مع النادي الاهلي في الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي. زيزو عمل ايه؟ ولا حاجه. بن شرقي عمل ايه؟ ولا حاجه. قال لهم عشان كده انا مصمم على موقفي ان عقدي يكون اكتر، لكن يكتمل الزلزال